السلام عليكم، صباح الخير عليكم غالياتي غاليات أمنيت. واش راكم؟ ان شاء الله لقيتكم كامل لاباس فرحانات وهنيات وانتم تشوفوا ما نوفيل فيديو. صباحكم هنا وغنا. اليوم جيت ليكم بروتين خفيف ظريف وجيت ليكم باخر تبحيره وباخر خرجه، وراح نتهيئوا للدخول المدرسي. هنا ديتكم معايا بحر كولونيل عباس. راهو شويه ريح، البحر راهو كالم، يعني اخر تبحيره هاكو تعرفوا الدراري هكا باش يدخلوا مهيئين، يدخلوا فرحانين، يدخلوا بكل يعني نشاط، بكل قوه، بكل ايجابيه للدخول المدرسي. ربي يوفقنا ويوفق وليداتنا وينجحهم كاملين هذا العام يا رب العالمين. اللي راهي تشوفيا لاول مره نقول لك اختي العزيزه مرحبا بك في القناه، دمتي ووفيتي. هنا جيت معاكم بواحد لامونه بزاف بنينه وخفيفه. تبعوا معايا لا فيديو الاخير لحد تعرفوا على مقادير الوصفه. اللي نحتاج فيها كاس حليب دافي، ملعقه كبيره تاع خميره كيميائيه، نص كاس تاع سكر. هاد الليمونه اسفنجيه يعني تجيكم كي القطن، جربوها ماكوش رايحين تندموا عليها. ضفت لها كاس ديال الزيت، نخلطه غير بالفوي، يعني ما راحش نحتاجوا الخلاط الكهربائي. حنضيف 2 كيسان ماء دافي. دائما نستعملوا الماء دافي والحليب الدافي، يعني السوائل يكونوا دافيين، لانه رانا درنا خميره كيميائيه هكا باش تتفاعل تمتم وتخمر لنا تمتم. ضفت مبشور البرتقال اللي عندها، اللي ما عندهاش دير مبشور الليمون، واللي ما عندهاش كاع دير لافاني. هنا ضفت 6 مغارف تاع لحظه، 6 ملاعق اكل تاع لحظه، اللي راح تعطيني خفه وبنه لهاد الليمونه ديالي. انا المبشور البرتقال يعني مش هو عندي، كي نعصر هكاك التشينا نكون يعني بشرت هذاك الزاز تاع هذاك ونحطوه في الكونجيلاتور، اللي نستعملوه بزاف في الكيك، نستعملوه في الحلويات بيان سور. وهنا نبدا نضيفوا الفانينه تدريجيا غير بالعقل حتى نطموا العجين تاعنا. العجين تاعنا نسحقوه يتلاصق باش يجيني خفيف، هذا هو سر من اسرار نجاح الليمونه تاعنا. لازم العجينه تاعنا تكون تتلاصق. هنا خليت العجين تاعي تخمر وحضرت سنيوه من جهه، نكون سخنت الفور ديالي على درجه حراره 180. راح نديغازي العجين تاعي، نخرج لها كامل هذيك الخميره. اكو شتو كيفاش خمرت لي، يعني ضاعفت الدوبل تاعها، يعني مرتين على حجم تاعها. هنا راني ديغازيتها ونبدا نعمل ديبول ونحطهم فوق ورق الطهي هكا باش تسهل عمليه وما تلصق لكمش في السنيوه، وتحافظوا على السنيوات تاعكم، يعني ما تقعدوش تكرطوا فيهم بالموس والحبال وكامل حتى يخسروا لنا السنيوات هذوك. هنا نبدا ندير ديبول كما راكم تشوفوا. استعينوا بشويه زيت باش ما تلصقش العجين. قلت لكم العجينه لازم تكون تتلاصق هكذا باش تجيكم خفيفه، تجيكم اسفنجيه. اللي دخلت لقناتي لاول مره نقول لك اختي العزيزه ما عليك غير تفعلي على زر الجرس هكا باش يوصلك كامل جديد ديالي. ما تنسيش الجام اللي مازال ما دارت الجام وتعليقاتكم المحفزه. بارطاجيو الوصفه الماكسيموم هكا باش تعمل فائده للجميع، تكبر قناتنا. هكذا نزيد نعطيكم اكثر. هنايا بعد ما فوالا راني درتهم كامل، راح ندير لهم الفوق الصفر البيض. هنا درت له شويه تاع قهوه، تقدري نتيا ما ديريش القهوه، يعني راح تكتفي ولا بالصفار البيض، وتقدري ديري غير الحليب وحده، يعني بلا ما ديري البيض. اللي ما عندهاش البيض ولا ما حبيش تخسر يعني الحبه تاع البيض، دهنيه غير بالحليب. وراح نضيف له الجلجلان ونخليه يخمر، يعني يضاعف الخميره تاعو، ونحطوه في الفوغ. وراح نوري لكم النتيجه النهائيه تاع البريوش ديالنا. راهو جاي دخول المدرسه تحضريه لوليداتك صباح، يقدروا يدوا حتى كاغوتي معاهم.
يعني راح يفيدهم يسلكك. فوالا النتيجة النهائية، شوفوا كيفاش جاء البريوش تاعي، راهو شهي تكون في الجنة. يلا نقول لك اختي العزيزه نوضي جربيه لوليداتك، مع راهو قرب الدخول المدرسي ديروه لهم القهوه تاع الصباح، قهوه تاع العشيه يدوه معاهم. تقدري ديري له حتى شوكولا داخل في هذوك الحبات هكا ديبول، ديري حبه شوكولا داخل واغلقي عليها وحطيها، يعني راح تستفادي منها، يعني تجيك شغل تاع قوتي يدوه دراري معاهم للمدرسه. نقول لكم دخول موفق للجميع، يعطيك الصحه ويعطيكم الصحه خياتي العزاز على تفاعلكم معايا. قبل ما ننسى الجام اللي مازال ما دارت الجام، نقولها ونعاودها ونكررها. نخليكم على خير، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى وصفة أخرى إن شاء الله.